بس قلت له في صوت احلى مني يقول اللحن ده، هدى عمار. مش ده اللي حصل، هي رفضت الغنوه، بس لما شافته بعد سنه قالت له انا زعلانه منك جدا لان انت غيرت اللحن. قال لها والله ما غيرت حاجه. في أواخر التسعينات حصلت ثورة غيرت شكل الغنى في الوطن العربي كله، ثورة خلت أصوات عظيمة تختفي، مش لأنها بطلت تعرف تغني، لكن لأن السوق ما بقاش بيدور على الصوت وبس. وواحدة من ضحايا الفترة دي كانت هدى عمار، اللي رغم إنها كانت واحدة من أهم أصوات جيلها وقدمت ألبومات ناجحة وغنت تترات لسه عايشة في ذاكرة الناس لحد النهاردة، إلا إن اسمها اختفى مع بداية الألفينات، في الوقت اللي نجوم جداد كانوا بيظهروا كل يوم. فإيه اللي حصل؟ وهل فعلا المشكلة كانت في هدى ولا كانت في عصر جديد قلب موازين النجاح وخلى الصورة أهم من الصوت؟ وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. بغير عليه دي قلبي الصغير عاشق بيدوب ويسهر دبش عليك انا حبيتك يا روايح الزمن الجميل هفهفي. صعب قوي الحياه اللي انت عايشاها دي. كتير في حياتنا بنعمل حاجات ما بنحبهاش بس عشان خاطر عيالنا بنحبها، ده قدرنا. في 25 فبراير سنة 71 اتولدت هدى عمار في محافظة الجيزة. هدى من وهي طفلة صغيرة بانت عليها موهبة الغنى بوضوح، وعشان كده قررت عيلتها تهتم بالموهبة دي من بدري ودخلتها معهد الكونسرفتوار عشان تبدأ تتعلم أصول المزيكا والعزف بشكل أكاديمي أكتر. الخطوة دي خلت موهبتها تكبر وتتأسس صح مع مرور السنين اللي قضتها جوه الكونسرفتوار، وده عشان فضلت ماشية على نفس الخط بتدور وتتعلم ازاي تطور من نفسها لسنين طويلة، لحد ما جت الفترة اللي حست فيها ان موهبتها نضجت وبقت جاهزة تطلع بشكل رسمي للناس. وساعتها بدأت تدور على الفرصة اللي تطلعها لعالم الفن. وفي وسط ما هي بتدور سمعت ان الموسيقار الكبير عمار الشريعي بيدور على اصوات جديدة وشابة عشان يبدأ بيهم مشروع فرقة غنائية تكون امتداد لفرقة الأصدقاء اللي حققت نجاح كبير جدا وقت انتشارها. والحقيقة ان هدى اتحمست جدا وقررت تقدم، خصوصا ان فرقة تحت اشراف عمار الشريعي هتكون بداية مميزة ومحطة قوية تفتح لها باب الشهرة. وفعلا راحت هدى عشان تقدم، لكنها اكتشفت صدمة كبيرة، وهي ان عمار خلص اختبارات واختار الاصوات اللي هيقدم بيها الفرقة ومش ناوي يسمع حد تاني خالص. بس هدى ما استسلمتش واصرت انه لازم يسمع صوتها، وعشان كده جهزت تسجيلات بصوتها وهي بتغني لأم كلثوم وعبد الحليم وراحت عشان تسمعها له. وكان والله ساعتها مدير الاستوديو استاذ سليمان سمع الالبوم قال اوكي طب هاتي، فسمع وقال للاستاذ لازم تسمع الصوت ده. فهو لما سمع يعني انبسط جدا وكان يعني قال كلام جميل قوي. والحقيقه انه اول ما سمع صوتها انبهر بيه وبادائها القوي والمميز جدا، ومن اللحظه دي قرر انه يتبنى موهبتها ويقف جنبها عشان تبدا طريقها في عالم الاحتراف، لدرجه انه اداها اسمه الفني عشان يبقى اسمها هدى عمار. وده اللي خلى ناس كتير يفضلوا فاكرين انه ابوها الحقيقي، لكن الحقيقه ان الاسم جه من باب التبني الفني والدعم الكبير مش اكتر. ومن بعد اللحظه دي بدات رحله هدى الحقيقيه في عالم الفن، لما ساعدها عمار في اول خطواتها وخلاها تشارك معاه في اعمال دراميه وسينمائيه مهمه زي اغنيه حبيبتي من فيلم كتيبه الاعدام اللي قدمتها سنه 89. حبيبتي من القمر. وعشان هدى كانت خايفه جدا في البدايه لان دي اول اغنيه تعملها لوحدها بصوتها، قرر عمار انه يغني معاها الاغنيه عشان يشجعها ويكسر حاجز الخوف جواها. والحقيقه ان الاغنيه قدرت تحقق نجاح قوي ومميز في الفتره دي، والنجاح ده خلى عمار يتحمس لموهبتها اكتر واكتر. عشان كده قرر يشتغل معاها على اول البوم رسمي ليها على الساحه، وهو البوم قلبي الصغير. وبرغم انه كان اول البوم في مسيرتها الا انه قدر يحقق نجاح جماهيري كبير باغانيه المميزه زي ما اكدبش عليك وعرفك بيا وتايهين. ما اكدبش عليك انا حبيتك عرفك بيا انا بنت مصريه تايهين بين الشوارع. نجاح الالبوم ده خلى اسم هدى يتعرف في الوسط الغنائي بشكل اوضح بكتير، وده شجعها تكمل مسيرتها بقوه وتنزل بمجموعه البومات قويه جدا ورا بعض على الساحه، زي البوم شاهدين عليه والبوم بغير عليك والبوم على عيني. شاهدين عليك بيقول لي ايه بغير عليك وخاف عليك على عيني يا سيد الله. كل الالبومات دي قدرت تحقق نجاحات كبيره جدا في الفتره دي، خلت شهرتها تزيد بشكل اكبر وتثبت نفسها كمنافسه قويه لمطربين جيل التسعينات. مع النجاح القوي اللي حققته هدى في عالم الالبومات بدا يتفتح قدامها طريق اوسع واوضح في عالم تترات الدراما المصريه، لما بقى يتعرض عليها تغني تترات المسلسلات المشهوره. كان اولهم تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي الجزء الاول اللي اتعرض سنه 97. روايح الزمن الجميل هفهفي
التتر ده قدر يحقق نجاح جماهيري ضخم في الفتره دي، وبسبب النجاح الكبير رجعت هدى تغني التتر الجزء الثاني اللي نزل سنه 98. لكن وسط النجاح والنقله القويه اللي عملها التتر ده في مسيرتها، لكنه تسبب في ازمه وخلاف بينها وبين انغام بسبب تصريحات لكل واحده فيهم عن الاغنيه. الموضوع بدا لما طلعت انغام في برنامج تلفزيوني وصرحت ان التتر كان معروض عليها اصلا من الموسيقار راجح داوود، بس هي لما سمعته كان ليها وجهه نظر تانية. قلت له في صوت احلى مني يقول اللحن ده، هدى عمار. وفعلا بعد رفضها التتر اتعرض على هدى عمار اللي وافقت عليه على طول من غير ما تكون عارفه قصه انغام من الاساس. كلام انغام لما وصل لهدى خلاها تكلم الموسيقار راجح داوود عشان تفهم منه ايه اللي حصل بالظبط. سألته بس هو قال انه ده مش ده اللي حصل، هي رفضت الغنوه وخلاص. والحقيقه ان بعد فتره طلع الموسيقار راجح في تصريحات وحسم الجدل ده كله بكلام تاني خالص مختلف عن كلام انغام. فالاغنيه ما عجبتهاش، فقالت لي يعني كانت دبلوماسيه، قالت لي هو الكلام مش حلو، الكلام كان بتاع سيد حجاب. بعد سنه تقابلنا في حفله من الحفلات، قالت لي انا زعلانه منك. قلت لها ليه؟ قالت لي انت جيت قلت لي غني الاغنيه ما عجبتنيش، تروح تغيرها وتديها المغنيه ثانيه. قعدت اقنعها ان انا ما غيرتش فيها حرف، تقول لي ابدا انت غيرتها، او لا انا ما غيرتهاش، انت ما فهمتهاش. اللي بيأكد بيه ان الاغنيه فعلا ما كانتش عاجبه انغام من البدايه ورفضتها، بس في نفس الوقت وضح ان هو اللي اختار ورشح هدى بنفسه مش انغام. بعيدا عن الجدل ده كله ومع النجاح الكبير اللي حققه تتر هوانم جاردن سيتي، اتفتح قدام هدى باب التترات بشكل اوضح، وبقى يتعرض عليها تترات اعمال قويه جدا زي مسلسلات الف ليله وليله ذات الخال، والف ليله وليله ذات المال، ومسلسل الفتح المبين. الليالي شهرزاد شهريار وشهر زادوا قدوة طارة والقوة طارة. الاعمال دي قدرت تكمل على النجاح وتثبت اسم هدى في عالم التترات بقوه. لكن في وسط الانطلاقه الكبيره دي بدات كل حاجه تتشقلب مع دخول الالفينيات اللي دخل معاها جيل جديد من الشباب بستايل ولون مزيكا جديد، وده كان السبب في انه اتشقلب حال جيل التسعينات كله وخلى جيل بحاله يقع وما قدرش يواكب الموجه الجديده دي الا عدد قليل جدا. والحقيقه ان كتير من فنانين الزمن ده وقعوا بسبب التغيير وما قدروش يرجعوا للساحه من تاني، واللي منهم هدى عمار. هدى في الفتره الاخيره كانت مركزه اكتر على التترات وشايفه ان التترات ممكن تبقى طريقها الاساسي في عالم الفن. لكن التغيير الكبير اللي حصل في سوق المزيكا مع دخول الالفينات ما اثرش بس على شكل الالبومات، لا ده اثر على السوق كله بما فيه التترات اللي بقت بتتقدم بشكل واسلوب مختلف تماما عن فتره التسعينات. ونتيجه لكده بقى ستايل هدى بعيد عن المواصفات المطلوبه في الموجه الجديده، وبالتالي ما بقاش يتعرض عليها تترات زي الاول، وقل الاقبال عليها بشكل ملحوظ لدرجه انها بقت تقدم تتر واحد كل 3 سنين تقريبا. ومن الاعمال القليله اللي قدرت تقدمها في فتره الهبوط دي كان تتر فيلم اسكندريه نيويورك. لسه قدامكم سنين وتتر فيلم قص ولزق، عمره خلى القلب يفرح، ومسلسل ريش نعام. لو كان في قلبي حب عاش أو كان مفيش. دول اللي قدرت تقدمهم في الفترة دي وما قدرتش ترجع للساحة من تاني، ولا حتى حاولت تنزل أغنية أو ألبوم تجرب بيه زي ما عمل معظم مطربين جيلها عشان يجاروا العصر، وكأنها كانت مستنية الموجة دي عشان تختفي من المشهد تماما. مع الاختفاء اللي حصل لهدى في الفترة دي بدأت الإشاعات تطاردها من كل ناحية لما اتقال عليها إنها اعتزلت الغنى بشكل نهائي وإنها اتحجبت، ده غير الكلام اللي طلع إنها سابت مصر وسافرت بره عشان تستقر هناك. واللي كان بيخلي الإشاعات دي تزيد وتنتشر أكتر وأكتر هو إنه ما كانش بيكون في أي رد أو تصريح رسمي منها توقف فيه الكلام اللي داير عليها في الفترة دي. وفضل الحال ده مستمر لسنين طويلة لحد ما بتيجي سنة 2017 وبيتفاجئ الجمهور بظهورها من جديد بعد فترة الاختفاء الطويلة دي عن الساحة الفنية بظهورها في مسلسل أبو العروسة. جابر مش عايز يسيبني في حالي. مش هيسيبك انا، المهم انت. انا قلت له ان طليقي هيجيب لي ابني يقعد معايا الكام اسبوع الجايين، فاحنا لازم نأجل كل حاجه. المفاجأة الحقيقية ما كانتش بس في رجوعها، لا ده كانت في انها رجعت في التمثيل. وصحيح ان الدور كان صغير وكان بس اعادة تقديم ليها للجمهور، الا انه قدر يلفت انتباه الناس ليها وخلى الجمهور يرجع يفتكرها من تاني. ومن الوقت ده وبدأت هدى ترجع تظهر على الساحة تدريجيا من تاني وتطلع في مقابلات تلفزيونية بعد فترة طويلة من غيابها عن الاضواء والاعلام. رجوعها ده ما كانش ليه علاقة بالغنى ولا بنفس قوة وانتشار زمان، بس مجرد ظهورها كان كفيل يفكر الناس بصوتها اللي عمره ما اتنسى. لو بصينا في مشوار هدى عمار هنلاقي ان اختفائها ما كانش بسبب ضعف موهبتها، بالعكس هي كانت واحده من اهم الاصوات اللي اتربت على المدرسه الكلاسيكيه. لكن بسبب ان الزمن اتغير مع بدايه الالفينيات سوق الغنى ما بقاش بيعتمد على الصوت وبس، بقى بيعتمد على لون مزيكا معين والكليبات والشكل والانتشار السريع. دي كانت معادله جديده ناس كتير من نجوم التسعينيات ما قدروش يواجهوها، ويمكن هدى عمار كانت واحده من اكتر الفنانين اللي دفعوا ثمن التحول لانها كانت بتمثل جيل بيؤمن ان الاغنيه هي البطل. لكن الجيل الجديد كان شايف ان
ان الكليب هو البطل الحقيقي، ومع ان صوتها فضل بنفس القوه لكن السوق ما بقاش بيدور على نفس النوع اللي كانت بتقدمه. وعشان كده ممكن نقول ان هدى عمار كانت فعلا ضحيه عصر الكليبات، مش لانها كانت اقل موهبه لكن لان قواعد اللعبه نفسها اتغيرت، وللاسف التغيير ده كان اقوى من صوت جميل زي صوتها. ايه رايكم بقى في حكايه هدى عمار؟ وتقترحوا نتكلم عن مين في الفيديو اللي جاي؟